السلام عليكم، كيف حالكم حبايب قلبي؟ اليوم رجعنا لكم من قلب غزة. رجعنا لكم فيديو جديد بعد فترة غياب غبناها عنكم. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل اشي جديد احنا بننزله. وخلينا نبدأ الفيديو. بسم الله نبدأ وعليه توكل. وهاي مدخل خيمتنا، احنا قاعدين في خيمة على شط البحر. خلينا ندخل على خيمتنا المتواضعة. طبعا هاي غرفة الجلوس، هان بنقعد وبننام. طبعا بننام على الأرض لأنه ما في حرامات، ما عنا إلا فرشتين لماما وبابا. وهي أغراضنا. طبعا هون حاطين أغراض المطبخ، الملح والسكر وهيك أشياء، والزعتر، أشياء المطبخ. وهان حاطين أنان المي. طبعا هي خيمتنا المتواضعة. فيها أغراض المطبخ، الملح والسكر والخضروات والبهارات وهيك أشياء. فرش العجين والمنخل والطحين. كثير ناس بعتولي على الواتس ليش غبتي عن اليوتيوب، استمري نزلي فيديوهات. قلت لهم طبعا يا جماعة أختي الصغيرة استشهدت ومرينا بفترة صعبة كتير وما قدرنا نصور لكم ونزوح، وعشنا فترة صعبة وما في محتوى ننزله. بس الحمد لله رجعنا لكم بعد فترة غياب، وإن شاء الله رح نستمر ننزل لكم فيديوهات. ولا تنسوا تشتركوا في القناة حتى تشجعونا نعمل الفيديوهات أكتر وأكتر. وهي خيمتنا المتواضعة. إذا عجبتكم حطوا لنا لايك في التعليقات. طبعا هاي الزاوية، هان أنا بقعد على شط البحر بشرب كاسة شاي، كاسة قهوة. طبعا شوفوا المنظر، منظر الشباك على شط البحر. طبعا في إلها إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات إنه حلو هيك نخيم الصيف على شط البحر، بس السلبيات إنه المي قبل يومين كان الموج كتير عالي وما قدرنا نتحكم، ودخلت المي علينا وبصعوبة كبيرة لقينا كل أغراضنا مبللات. صعوبة كبيرة قدرنا ننشفهم، بس الحمد لله على كل حال. ما إلنا مكان غير هذا المكان الحمد لله. طبعا هاي حرماتنا بنفرشهم على الأرض لما ننام لأنه ما في عنا فرشات. وهان عاملين تعليقة للعبايات وهيك أشياء. وهي المدخل الثاني للخيمة بس ما بنفتحه لأنه جنبينا في ناس. رح أحاول أفتح لكم إياه. طبعا المدخل الثاني بيطل على شط البحر. تعبنا كتير من نومة الأرض، بس شو بدنا نعمل، إجينا ما معنا أغراض ولا إشي. نزحنا تحت القصف والرصاص، بس الحمد لله إحنا سالمين على كل حال وما صار فينا إشي. وأختي الصغيرة استشهدت الله يرحمها. كانت رايحة تشتري برد وإجا واحد على بسكليت كهرب ضربوه، فالشظايا إجوا على الأولاد الصغار اللي كانوا بيشتروا. اجت شظية صغيرة براسها اصغر من حجم الدبوس، اصغر من حجم ابرة الدبوس، وقريبة من مركز البصر، فالحمد لله. فكان قدرها تستشهد. مرينا بظروف صعبة كتير وما قدرنا نصور لكم، وهذا سبب غيابنا عن اليوتيوب. بس ان شاء الله تدعمونا باللايك وزر الاشتراك حتى نصور لكم فيديوهات اكتر واكتر، ونصور لكم روتيننا وحياتنا اليومية في الخيمة. ويلي حابب يدعمنا حتى نفرش الخيمة ونشتري فرشات وسجاد وحرمات، رقم الواتس تحت في صندوق الوصف. وهاي قيرة بالمي، هان بنجلي. طبعا بنعبي مية بحر حتى نجلي لأنه المي الحلوة بصعوبة كبيرة بنجيبها، ومكروت كمان ونشتريها لأنه ما في مي، هان بصعوبة كبيرة نشتريها من على الشارع.
ما جبنا معنا إلا قربتين وهذا القلن الأصفر الكبير، بس الحمد لله على كل إشي. إن شاء الله الله برزقنا. هلا راح أروح أعبيه حتى نجلي الجليات من مية البحر. خليكم معنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتدعمونا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك للقناة حتى تدعمونا ننزل فيديوهات أكتر وأكتر ونصور معكم. ومع السلامة.